اللبوب المصري يا جماعه شكله احلى 1000 مره والله العظيم. يعني كل الناس بتجيب هدوم العيد الا انا جبت العاب العيد، فتعالوا اوريكم انا جبت ايه عشان بجد شكله كيوت قوي. بس الاول بجد بصوا شكل الباكجينج على شكل البونبونايه بجد شكله كيوت قوي. يلا بينا نفتح مع بعض. طيب نبدا بالصغيرين بعد كده هوريكم الكبار. يا جماعه بصوا انا جبت اللبوب المصري يا جماعه. بصوا بصوا السكر، مفيش اكتر من كده كيوت الحياه. طب والله بجد شكله احلى من اللبوب وشكله كيوت اكتر. بصوا بصوا الحلاوه، بصوا بصوا كده حاجه تحفه. بصوا شكله قد ايه كيوت يا جماعه، والله العظيم شكله احلى من اللبوبو 1000 مره. عامه اللبوبو بيخوف بس بصوا شكله سكر ازاي بجد. يعني انا فقدت النطق، ايه الجمال ده. شكلهم سكر. عامه محتاجين اللي هي اسماء ليهم كلهم. بفكر اسمي ده بسبس او زعتر، فاقترحوا اسماء. وده كده يكون شكل اللبوبو المصري يا جماعه. شكله احلى 1000 مره والله العظيم، يعني بجد تحفه. بفكر اجيب منه كل الالوان، بس انا بقى محتاجه اختار له الاسم بسرعه. بصوا على التاني هنا بفكر اسميها تنا ورنا، فقولوا لي عشان شكلها بجد سكر. جاهزين تشوفوا صديقي الصدوق الجديد؟ بصوا شكله سكر يا جماعه. هسميه زعبيطو، يعني هو لاقي عليه زعبيطو. بصوا كده وايديه طريه كده، يعني لازم تشوفوا اخر واحد. بصوا حلو قوي يا جماعه بجد. ده انتوا هتسموه عشان انا مش عارفه اسميه ايه، بس بجد بصوا لونه وهو ازاي حلو كده وطري كده. بصوا دول كده اصدقائي. عايزه اقول لكم برده موجود عندها ستيتش ده، فانا هسيب لكم البيج تحت عشان لو عايزين تطلبوا اي دباديب. عايزه اقول لكم عندها كل الاشكال اللي ممكن تتخيلوها، الاشكال اللي طالعه ترند كلها موجوده عندها باسعار بجد تحفه. فالحقوا اطلبوا قبل العيد، وموجود عندها كل الالوان واكبر واصغر، فعيشوا حياتكم. بس كده انا همشي بقى مع دباديب حبايبي. يلا باي باي باي.